وازيكم متابعينا على قناه تك هاردوير. القناه بتهتم جدا بعالم التكنولوجيا والهاردوير، فيا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. فاول مره لو تعرفني، فانا اسمي حسام سامر، بقدم لك كل حاجه بتخص الكمبيوتر من تجميعات وماوسات وشاشات وكيبوردات، كل حاجه انت هتحتاجها في الكمبيوتر. وعاملين تجميعات من اول 1000 جنيه وعاملين الشاشات من اول 1000 جنيه برضو، وكل الكلام ده هتلاقيه طبعا في القناه. وبس كده، يلا بينا نخش على الفيديو. النهارده بقى يا جدعان عندنا فيديو جديد. الفيديو ده هستعرض لكم افضل الشاشات من 5000 ل 10000 جنيه. نبدا باول شاشه اللي هي السامسونج الاوبسي جي 3. طبعا دي شاشه مشهوره جدا، يعني مش محتاج كلام عنها كتير، وهقول لكم بس شويه مواصفات. هي بتيجي ب 27 بوصه فول اتش دي و165 هرتز ب 1 ملي سكند، ودي سعرها 6300 جنيه جديد. ونيجي في تاني شاشه وهي الايسر نايترو في جي ار. الشاشه دي بتيجي ب 24 بوصه اي بي اس فول اتش دي، وبتيجي ب 165 هرتز برضه، بس دي سعرها 7900 جنيه او ممكن تلاقيها ب 8000 جنيه. نخش على تالت شاشه وهي من شركه اي او سي، وهي السي 32 جي 2 اي. الشاشه دي بتيجي ب 31.5 بوصه كيرفد فول اتش دي. الشاشه دي بتيجي ب 165 هرتز، ودي سعرها 8200 جنيه. نخش على رابع شاشه وهي الالين وير اي دبليو 25 21 اتش اف ال اي. الشاشه دي بتيجي ب 25 بوصه اي بي اس 240 هرتز 1 ملي سكند، ودي سعرها 10000 جنيه. وكده تكون وصلنا لنهاية الفيديو. بس متنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. على قريب ان شاء الله هنزل فيديو جديد، يا اما هيكون تجميع يا اما هيكون عن افضل الشاشات الجزء التاني. فاستنوا بقى الحلقة واعمل لايك، واهم حاجة فعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد اللي انا هنزله. بس كده، يلا سلام.